حاجات لو عملتيها هتخلي شكلك وحش مهما كنتي جميله وربنا مديكي جمال. لو حد قالك اي مجامله، شكلك حلو، شعرك جميل، لبسك جميل قوي النهارده، مش لازم يعني تروحي رده وقايله لا 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 ما بحبش الحاجه دي في نفسي وتتلخبطي كده. لا، ممكن تقولي شكرا وتسكتي، عشان مهما كنتي حلوه لو عملتي كده هيطلع شكلك مش حلو. بزعل قوي لما تكون بنت ربنا مديها جمال الدنيا كله، لكن للاسف لسانها بذيء وبتقول الفاظ وحشه، وبتكون بقى مفكره ان كده بقى هتكون جامده وشخصيتها قويه، لكن للاسف بالعكس. كل بقى ما قعدتي واتكلمتي عن الحاجات اللي مش حلوه فيكي قدام الناس، كل ما لفتتي نظرهم اكتر للحاجه اللي مش حلوه فيكي. يعني خلاص الناس مش واخده بالها ان انتي مناخيرك طويله، بقك كبير، مش لازم يعني تروحي وتسيحي لنفسك. الغيره يا استاذه، لو حسيتي ان كل ما بنت هتعدي من قدامك هتغيري منها، هو اوتوماتيك هيفتكر ان البنت دي عندها حاجه مش عندك. فلو عدت قدامك بنت مهما كانت حلوه من البنات ال10 على 10 اللي ما بيحرموش الناس من جمالهم، اوعي يرمشلك عين او تحسسيه ان غيرانه